تعال نرجع للتأثير الخاص بالكلمة دي. زي ما قلت لك، أول حاجة بتخلق حاجز ما بيني وما بين ابني. لكن في فرق ما بين لو ابني شخصية ضعيفة شوية أو قوية شوية. لو ابني شخصيته ضعيفة شوية يبقى هيسكت خالص ومش هيتكلم تاني، لأن هيخاف يقول رأيه، لأن ممكن حد برضو ينتهره ويقول له أنت مش بتفهم، أو أنت رأيك غلط، أو إلى آخره. وده هيأثر كمان على ثقته بنفسه، هيأثر كمان على قدرته على التعبير والتواصل مع الآخرين اللي حواليه. أخطر شيء إن الإنسان ما يقدرش يتواصل بشكل فعال مع اللي حواليه. ده شيء فعلا بيؤثر على الإنسان بشكل كبير جدا في حياته. لكن لو ابنك شخصيته قوية شوية وهو إنسان قوي شوية، يبقى هيعند معاك وهيشوف إيه الحاجة اللي أنت قلتها، مش هيعمل زيها وهيعمل عكسها، وهيدور على ناس تانية بعد كده يتكلم معاهم ويسألهم لو فيه مشورة، وهيبقى في فجوة ما بينك وما بينه كبيرة جدا في علاقتكم.